ازيكم يا جماعه؟ طبعا اليومين دول موسم ادوار الانفلونزا والبرد اللي ماشي اليومين دول، وكتير من الناس بتدور على افضل علاج لنزلات البرد عشان عايزين يخفوا بسرعه، وكتير من الناس بتروح تدور على حقن البرد 3 في 1 وحقن هتلر وحقن المخلوطه المضاد الحيوي والمسكن والدكسا. وسبق قبل كده شرحت في فيديو مشاكل ومخاطر الحقن دي وانها بتسبب الوفاه، وكتير من الناس اتوفى بسبب الحقن دي. ارجوكم بلاش منها ونحذر غيرنا. طيب يا دكتور ايه الحل وايه البديل؟ البديل بمنتهى البساطه ادويه الانفلونزا اللي موجوده بكثره في السوق، الكونجستال، الكولدفري، كومتريكس، او لما كان موجود كومتريكس البنادول. لو جينا للبنادول هنلاقي ان في السوق نوعين بنادول، نوعين. ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده وايهما افضل؟ بصوا يا جماعه، هتلاقي نوع اسمه بنادول كولد اند فلو داي، وهتلاقي البنادول اللي هو لعلاج نزلات البرد، البنادول العادي بتاعنا. طيب عشان بس ما تتوهش مني واشرح لك الموضوع ببساطه، ادويه نزلات البرد بصفه عامه بتحتوي على ماده مضاده للحساسيه تسبب النعاس او تسبب انك انت عايز تنام، فما ينفعش تاخد ادويه البرد وانت نازل الشغل او نازل تسوق وتبقى نعسان، هتبقى مشكله وهتعمل حادثه. ادويه نزلات البرد بتحتوي على 3 مواد فعاله، اغلبها هتلاقي بيحتوي على ماده الباراسيتامول او اللي بيسموه اسيتامينوفين. الباراسيتامول هو اسيتامينوفين. الباراسيتامول ده يا جماعه زي البنادول الازرق، زي الادول، زي البارامول، زي الدوليبران، ده كل ده باراسيتامول او اسيتامينوفين، الاسمين هما حاجه واحده. طيب ادويه البرد بتحتوي على باراسيتامول، بتحتوي على ماده مضاده للحساسيه اللي هي في حاله البنادول نزلات البرد هتلاقيها ماده اسمها بروموفينرامين ماليت، او في الكونجستال هتلاقيها اسمها كلوروفينرامين ماليت. المادتين تقريبا قريبين من بعض قوي، والماده دي هي مضاد للحساسيه وبتسبب النعاس، بتاخدها تبقى عايز تنام. طيب وبتحتوي على ماده ثالثه اسمها السودو افيدرين هيدروكلورايد، والماده دي هقول عليها تحذير مهم جدا وخطير جدا، بس ركز معايا لاخر الفيديو. البنادول العادي اللي هو النوع ده اللي هو لعلاج نزلات البرد بيحتوي على ال3 مواد دول، وده يسبب النعاس لانه بيحتوي على ماده البروموفينرامين ماليت. طيب فقالوا عشان خاطر نتجنب موضوع النوم وان الناس بتاخدها بالنهار وعايزه تشتغل وتركز وي فهنعمل بنادول تاني كولد اند فلو داي، يعني هو الداي بيتاخد اثناء النهار. طيب كولد اند فلو داي ده ايه المختلف عنه عن العادي؟ شالوا منه ماده مضاد الحساسيه اللي هو البروموفينرامين ماليت، وحطوا مكانه مادتين تاني، يعني هم حاطين الباراسيتامول هو ماشي ب 500 مللي جرام زي البنادول العادي زي ما انا قلت، زي الادول، وحطوا مع ماده الكافيين عشان تفوقك شويه، لان طبعا اللي بياخد دور الانفلونزا اصلا كده بيبقى مكسر وتعبان وهمدان ومحتاج يفوق، فحطوا ماده الكافيين عشان تفوقك شويه، وحطوا مع ماده الفينايل افرين اللي هي مضاد للاحتقان اللي هي تعادل ماده السودو افيدرين اللي موجوده في البنادول العادي. الماده دي تقلل احتقان الانف وتقلل انسداد الانف، وبالتالي مناخيرك مش هتبقى مقفوله، وبالتالي انت ممكن تاخده بالنهار عادي ومش هتحس انك انت محتاج تنام زيه زي باقي ادويه البرد. ده الفرق الوحيد ما بين البنادول كولد اند فلو داي والبنادول لعلاج نزلات البرد العادي. طيب ناخد بالنا سواء ده او ده، سواء النوعين دول، فالاثنين بيحتووا على ماده. البنادول نزلات البرد العادي بيحتوي على ماده السودو افيدرين، ودي ماده بترفع الضغط لمرضى الضغط والقلب، فخطر جدا عليه ويفضل يتجنبه، ولو اضطر انه ياخده لازم يتابع الضغط بتاعه اول باول عشان لا قدر الله لو حسه بدا يعلى نوقفه فورا. الكولد اند فلو داي بيحتوي على ماده الفينايل افرين، ودي ماده شبيهه جدا ماده السودو افيدرين، ودي برضو بتسبب ارتفاع الضغط وما ينفعش تتاخد لمرضى الضغط المرتفع ومرضى القلب. يا رب اكون وضحت لك الفرق ما بين الاثنين، ونخلي بالنا ان اغلب ادويه البرد بتحتوي على ماده السودو افيدرين او الماده الثانيه اللي هي مشابهه ليها، ما ينفعش لمرضى الضغط والقلب. ويا رب تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش لو اول مره تشوف الفيديو تعمل شير للفيديو لو مفيد، وتشترك على القناه وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتفعل جرس الاشعارات عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.